حوالي 73% يعتقدون بأن العرب يعني حجم هائل ويمكن أن يكونوا فعالين وإلى ما هنالك من هذا الكلام. هل هذا الكلام صحيح على ضوء ما نراه الآن من عجز ووهن وتخاذل وتفكك عربي؟ والله في الحقيقة أن في البداية السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الحقيقة أن هذه النسبة تدل على شيء واحد، أن الإنسان العربي مصاب بداء الفانتازيا وبداء العنطريات التي أكل عليها الدهر والشر. العنطريات الفارغة، العنطريات الفارغة والفاضية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا. العرب يا سيدي اخترعوا أو ابتدعوا أو اكتشفوا السفر، ولكن ماذا فعلوا به؟ يوجد من جلس عليه، ويوجد من وضعه على رأسه، ويوجد من حزم به وراح يهز الصدر والبطن والورك من أجل أن يسوق للعالم على أن الإنسان العربي المعاصر، الإنسان العربي الموجود هو يعمل حاجة. الإنسان العربي الآن هو مجرد آلاف الأصفار على الشمال، آلاف الأصفار على الشمال. الإنسان العربي الآن فقد قيمته، فقد إنسانيته، فقد حضارته، فقد كل شيء، ولا يوجد عنده أي مقومات تدل على أن الإنسان العربي هذا يمكن أن يعول عليه لصناعة أي شيء. هذا دليل على أن العنطريات هذه مغروسة في الإنسان العربي، مغروسة فيه إلى درجة لا يمكن تصورها، مغروسة فيه إلى درجة أنه صار الإنسان العربي يرى نفسه أنه يستطيع أن يذهب إلى القمر. لو سألتهم هل تستطيع أن العرب سنة 2015 يذهبوا القمر، سيقولون لك نعم، العرب سيذهبون إلى القمر. والله العرب لن يخرجوا من أبواب بيوتهم إلا مئات الكيلومترات، لن يتجاوزوا إلا مئات الكيلومترات. هذا كلام فارغ، كلام فاضي. الإنسان العربي متخلف، أقولها بصراحة، متخلف متخلف متخلف، ولا يصلح أصلا للحضارة، أصلا للحضارة. وهذا بغض النظر، لا أريد أن أرجع للتاريخ، أنا أتكلم عن الإنسان العربي الموجود الآن، أتكلم عن الإنسان العربي في الراهن العربي الآن، لا أتكلم عن الإنسان العربي القديم أو في عهد الفتوحات الإسلامية أو كذا. أنا أتكلم عن الإنسان العربي الموجود الآن، فقد عروبته، أصبح يصدر الشاورما ويصدر الفلافل ويصدر الترمس ويصدر الشمة الصفراء والسوداء إلى أوروبا، ويدعي أنه يحمل إلى شيء إلى أوروبا أو إلى حضارة، ويسميها حضارة. الحاكم العربي من الشعب العربي، يعكس صورة الشعب العربي. لأن الحاكم العربي، وأقول هذا وليس دفاعا عن الحكام العرب، ليس دفاعا عن حكام العرب، بل أن الحاكم العربي هو يعكس صورة هذا الشعب كما تكون يولى عليكم. لأن الحاكم العربي لم يأتي من المريخ نزل، ولا أتى من الشمس، بل خرج من هذا الشعب ويحمل تصورات هذا الشعب. وأي مواطن عربي لو تضعه في الحكم، وأتحدى أي مواطن عربي أنه ممكن يعمل شيء لو وصل إلى الحكم، بل سيعمل أكثر مما يعمل هؤلاء الحكام العرب. إذا لا فرق ما بين الحاكم العربي والشعب العربي، كلهم في سلة واحدة ما دام عنوانهم العرب. طيب. ما دام هذا عنوانهم. نتكلم عن الواقع. هل العرب يقرؤون؟ جيد. هل العرب يقرؤون؟ سأجيبك. الإنسان الإسرائيلي، إنسان واحد إسرائيلي يقرأ في السنة 35 كتاب، والإنسان الأوروبي يقرأ 40 كتاب على الأقل. الإنسان العربي حوالي 2035 أو مش عارف 80 شخص. من تقصد بالعرب؟ دقيقة. من تقصد بالعرب؟ بس العرب تقصد الدول. دكتور بس رجاء بلا لو سمحت. يعني تريد، يعني هناك إحصائية تقول إن الإنسان العربي يقرأ سنويا ربع صفحة مقابل 13 كتاب يقرأه الأمريكي، و11 كتاب يقرأه البريطاني، و9 كتب يقرأه الإسرائيلي. يعني نحن أمة من الأميين إذا صح التعبير. على مستوى العرب في اليوم يقرأ 3 ثواني، يقرأ 3 ثواني. العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا صاروا يبحثون عن صور نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وما صاروا أنت كتبت كتب في التاريخ، كم باع الكتاب في التاريخ؟ كم نسخة طبعت؟ لا تتجاوز الكاتب لما يكون مثقف ومعروف الكتاب نتاعو لا يتجاوز 5000 نسخة، في حين في الغرب أنه كتب تكنولوجيا تطبع بالآلاف. ندخل المعارض، اسمح لي دقيقة، ندخل معارض. لا أستطيع أن أسمع، أنا فهمت كفاية من لا فهمت أو لا فهمت، المشاهد لو سمح، المشاهد ليس موجودا ليجيبك، أنا ليس أجيبك نيابة عن المشاهد. لو دخلت معرض كتاب، شو الكتب اللي تجدها يشتريوها العرب؟ اشتروا كتب دينية، وبعدين كتب شعوذة، وبعدين كتب طبخ، وبعدين كتب طبخ. الكتب الدينية كتب طبخ، وآخر شيء
كتب علمية، كتب هذا فيزياء طبيعي، ورياضيات. هذا عادي جدا. لما تدخل هذا كتاب عادي جدا. توجد الأجنحة لا. اللي تنشر اسمح مجلات لي. الخلاعة والنجوم اسمح- والعهر، اسمح لي. تلقى عندهم الآلاف، في حين تلقى جناح الرياضيات هذا والفيزياء اسمح- توجد عنده اسمح لي. 2 أشخاص. انظر ماذا فعلت حركات المقاومة الصغيرة بأسلحة بدائية جدا في وجه المعتدين والأعداء بشكل عام. هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ إذن هذا ينسف كلامك من أساسه. أي مقاومة تتحدث الوقت يداهمنا. تتحدث عن المقاومة في حزب الله، فحزب الله دمر لبنان، دمر لبنان في مؤامرة فارسية، أقولها الآن ولا أزيد على هذا. تتحدث عن المقاومة في فلسطين، فقد دافعوا على أنفسهم، مجموعة من الناس تدافع على أنفسهم اعتداءات من كل جانب. ماذا صنعوا؟ هل هزموا إسرائيل؟ هل دمروا إسرائيل؟ واحد لما يدافع على نفسه اعتبره أنا حقق معجزة. لا أبدا. الواقع العربي الآن واقع منهزم، واقع في الحضيض. نحن مهزومون سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى نفسيا. وخطاب المؤامرة الذي يتحدث فيه كل شيء نرميه على الآخرين، كل شيء نرميه عن المستعمر. هو يقول أنها مؤامرة، وفي نفس الوقت يلومهم لأنهم يمنعون عنا العلماء، يمنعون عنا المجلات، يمنعون عن. أنتج أنت المجلات، أنتج أنت. ولماذا لم هل لا تملك خطاب، لم تملك مادة علمية تصنع لك الإنسان؟ قال لك أنا لا المنتج. دكتور، يعني هذا التفاؤل وهذا الكلام، يعني البعض قد يعتقد في واقع الأمر أنك يعني في الكاميرا الخفية يعني. نعم. لأنه هالكلام لا ينطبق على أرض الواقع. نعم. طيب نحن لماذا لا ننظر إلى الواقع؟ طيب اقتصاديا يتحدثون عن أنه العرب الأثرياء والعرب كذا. طيب ماذا يساوي العرب في الاقتصاد العالمي؟ ملاليم. هل تعلم أن البريطانيين يستهلكون بيرة سنويا بميزانية دول عربية كبرى؟ فقط بيرة. بس دقيقة. ماذا لدى العرب ماذا يشكلون؟ يتحدثون عن النفط. هل تعلم أن شركة نفطية غربية واحدة يعادل إنتاجها أو ثرواتها كل دول الخليج مجتمعة؟ هل تعلم أن ميزانية وزارة بريطانية تعادل ميزانية أغنى الدول العربية؟ ويقول لك العرب اقتصاديا. يا سيدي، إسبانيا لوحدها، اقتصاد إسبانيا وهي من الدول الأوروبية المتأخرة يساوي كل الاقتصاديات العربية المجتمعة. هل تعتقد؟ طيب إذا لا حول ولا قوة. نحن يجب أن لا يطلب منا عندما وقعت كارثة غزة أين الحكام العرب؟ شو طالع بيدهم هدول؟ ما راحوا على يعني حتى مصر أو الدول العربية الأخرى. عندما وقعت مشكلة غزة أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى تركيا. ونحن العرب ماذا لدينا؟ خذ مصر. ماذا لدى مصر الدولة العظمى؟ أنت أسألك. نعم. ماذا لدى مصر؟ ما عندها شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء. عندها الترمس، أقولها بسخرية تامة، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هي تعيش على المساعدات الأمريكية، لو تقطع عليها المساعدات الأمريكية لا يجوعون. لذلك في بعض الأحيان أنك اسمح لي أجيبك. بس دقيقة. خليه يكفي يا أخي. في بعض الأحيان تطلب المستحيل من رئيس مصري ما هو معترف أصلا أنه لا يستطيع أن يفعل شيء، ولا شعوبه تستطيع. إذا رحم الله امرئا امرأ قدر نفسه وليس يا دكتور فيصل. بس دقيقة. لا تطيل وقت كامل. لأن مصر لا تستطيع أن تدخل حرب من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية، ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولا تستطيع. ألم تنتصر في بعض الحروب؟ لم تنتصر أصلا. 70 انتصار، هو هزيمة أخرى. لم تنتصر. تبعتها معاهدة كامب ديفيد بعد سنوات قليلة. لم تنتصر أصلا، ولا توجد دولة عربية حققت انتصارا في العصر الحديث، ولا يوجد أي انتصار يمكن أن يذكر. كلها هزائم، ونحن نسوقها على أساس أنها انتصارات. هي عملية جبانة أم إن الوضع لا يسمح بأكثر من ذلك؟ وضعه أصلا وضعه سيء للغاية. وماذا تنتظر من شخص وضعه سيء لا يستطيع أن يفعل شيء؟ إذا هذا جبن، وهذا تخلف، وهذه همجية، وهذه كل شيء. كل الأشياء تستطيع يا دكتور فيصل، اسمح لي. هذا هو واقع. لا داعي أن ندخل ولا داعي أن ندخل في مناظرات كبيرة وكذا وكذا. كل شيء، كل فشلنا نرميه على الاستعمار، كل فشلنا نرميه على الغزاة.
فرضه على الآخرين، ونحن أصلا داخليا فاشلين. الإنسان العربي أصبح إنسان متآكل، أصبح لا يفكر. لو تراهم في الغرب كيف الإنسان العربي يفعل، كيف يعيش الإنسان العربي. والله يعطي نموذج سيء. إذا تكلمت عن اللص فهو عربي، إذا وجدت شاب يطارد فتاة في شارع لندن أو باريس أو غير فهو عربي. كل الأخلاق السيئة وكل الأشياء السيئة موجودة في الإنسان العربي.